احمد تعال يا احمد، عايز اسالك سؤال. تعال هنا قدام الكاميرا بس. سمكه يعني ايه؟ انا اسئله السهله دي تجيب لي اسئله من بتاعه الحضانه؟ طب قطه يعني إيه؟ ايه ده؟ اسئله من بتاعه الحضانه. طيب انا عايز اقول ان يا جماعه اللغه الانجليزيه هي ماده تراكميه. هي ماده تراكميه يعني ايه؟ يعني بسال احمد قطه يعني ايه، يقول لي هي من بتاع الحضانه. لا، انت الانجليش معاك من اول الحضانه لحد ما تكبر، كل كلمات بتاخدها من الحضانه هي كلمات تراكميه. عشان كده لما كنت بنصح بتوع الثانويه العامه اللي خلص اولى وتانية وما كانش تعب في السنتين دول، هيتعب في تالتة، لان الكلمات اللي انت بتاخدها في اولى وفي تانية انت محتاج تعرفها. فعشان كده اللي ما تعبش هيتعب. يا جماعة، اللي عايز يأسس ابنه ما يجيش مثلا واحد قاعد 5 6 سنين بقى ابنه في اعدادي ولا في 6 ابتدائي ويجي يقول لك ايه، خد الواد بقى اهو أسسه. طب والسنين اللي فاتت دي كلها؟ ما هي مادة تراكمية. كل اللي فات ده المستر اللي هيأسس وهيتعب ده هيشتغل كل اللي فات. فاهمين؟ يعني الانجليش هي مادة تراكمية، مش هتتعلمها في يوم وليلة، مش هتتعلمها في يوم وليلة، وكل اللي بتاخده من اول الحضانة معاك. ما تقولش بقى ده كلمة فيش دي معايا خدتها في الحضانة فانساها، لا، اي كلمة بتاخدها معاك. اوكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.